سؤال بتسأله كتير قوي، هو انت ليه اتطوعت ب 10,000 ساعة واكتر جلسات توجيه لرواد الاعمال؟ ايه الهدف من ده؟ صراحة يا جماعة هو ما كانش فيه هدف. انا كنت شايف ان انا اقدر اساعد فكنت بساعد، شايف ان انا اقدر اعمل فرق فقررت اعمل فرق على قد ما اقدر. الموضوع ملوش دعوة خالص انه انا عملت 10,000 ساعة، بس هي انا عرفت ال 10,000 ساعة دي ازاي؟ ايام الكوفيد واحد كان قاعد في البيت ما بيخرجش، كنت في مره زهقان، وفي الفتره بتاعت الكوفيد دي انا عملت مانترنج سيشنز كتير قوي، يمكن السنه دي نفسها كان رقم كبير جدا. كنت قاعد ببص هو انت عملت كونتريبيوشن قد ايه في الفتره دي، يعني اشتغلت قد ايه فروم هوم من البيت مع رواد اعمال. فقعدت احسب وفضلت ارجع ورا، لان انا دايما بحطها في الكالندر عندي ان انا قضيت ساعه مع الشخص ده، او هقضي ساعه مع الشخص ده، لان في ايام كان بيبقى اليوم من الصبح بالليل. يعني عاده يوم السبت دايما ببتدي مثلا من الساعه 10 الصبح اخلص الساعه 6 7 بالليل. كل منتورز يعني ستارت ابس واخده ساعه 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 ساعه، فقلت احسبها كلها فلقيت ان انا معدي رقم كبير جدا. ساعتها ممكن معدي 8,000 ساعه وشويه. ودي كانت البدايه، ان هو جيت سالت نفسي طب انت اتعلمت ايه بعد كل الوقت ده؟ فقعدت فكرت فيه، ابتديت اطلع بقى النوتس اللي عندي، وجوجل دوك كان عندي جوجل فورم كده الناس بتكتب فيه دايما بيردوا على شويه اسئله قبل السيشن. قعدت اراجع كل الحاجات دي لغايه ما في الاخر كتبت حاجه. كنت هكتب بلوج بوست عن الموضوع، وبعدين لقيت انه ابتديت اشتغل عليها، لقيت ان الموضوع واخد مثلا محتاج اكتر، ومن هنا ابتديت اشتغل على الكتاب بتاع مايند سيت تو ستارت. فالكتاب فيه خلاصه شغل كتير قوي مع الانتربرينورز. ويمكن بعديها بفتره، انا فاكر كان في 2022، يمكن بعديها باقل من سنتين كنت عديت ال 10,000 ساعه منتورنج. فانا مبسوط ان انا قدرت ان انا اجمع كل المعلومات دي عشان اشاركها مع رواد الاعمال والمنتورز التانيين، لان انا متهيالي انه هننجح كلنا اكتر لو عملنا شيرنج للنولج بتاعتنا سوا، لو شاركنا احنا نعرف ايه وخبراتنا شكلها عامل ازاي، ولو كمان نجحنا في ان احنا نعملها بطريقه سهل ان غيرنا يقدر يستخدمها.